العالم العربي والعرب والمسلمين انتفضوا في كل أنحاء العالم. ملايين حرفيا خرجوا من كل مكان، شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ليعلنوا عن رفضهم الكامل لكل إجراءات تهويد القدس، رفضهم لنقل السفارة وإعلانها عاصمة للصهاينة. ملايين خرجوا ليعلنوا أن القدس عاصمة فلسطين التاريخية، بل إن القدس عاصمة كل العرب. مكانين بس في العالم تم قمع المظاهرات فيهم: مصر وأراضي الاحتلال فلسطين. الشرطة المصرية بإعاز من القوات المسلحة قمعوا المظاهرات في مصر، وجيش الاحتلال قمع المظاهرات في الأراضي المحتلة وقصف غزة بالليل، وأسفر هذا عن ارتقاء شهيدان و270 إصابة. الأقصى والقدس كانوا بينتظروا بشغف وقفة أهم 3 مساجد في العالم العربي مع ثالث الحرمين الشريفين. كانوا بينتظروا موقف المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومن وراهم الجامع الأزهر. المساجد ال3 تحت القمع وتهديد السلاح، وكل حاجة مشيت بالتعليمات المشددة. المسجد النبوي كانت خطبة الجمعة عن الاعتبار بين الفصول. ما تسألنيش ايه هو الاعتبار بين الفصول. لم تذكر القدس ولم يذكر الأقصى في المسجد النبوي، في مسجد رسول الله حبيب الأمة بكلمة بالأمس. تقريبا تغيير الفصول أثر على إمام المسجد فنسي يقولها في الخطبة. أما الحرم المكي فكانت خطبته عن بر الوالدين والوفاء لأولياء الأمر بعد الرسول. لمجتمعاتهم يرعون عهدها ويحرصون على جمع الكلمة وطاعة ولاة الأمور والوفاء ببيعتهم والتعاون معهم، وبذلك يعم النفع وتتحقق المصالح. شوف أهم حاجة طاعة ولاة الأمور والمبايعة، شوف ضغط عليها إزاي. ولما ماهر المعقلي جاب سيرة القدس في أقل من دقيقة لم يذكر إلا دور أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية في خدمة القضية الفلسطينية. تعاقب ملوك هذه البلاد خاصة على نصرة قضية فلسطين والدفاع عن المسجد الأقصى، وكانت المملكة العربية السعودية ولا تزال تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الكريم. ونسأل الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وقادة بلاد المسلمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين. المعقلي نسي ان الملك عبد العزيز مضى بايديه زي ما انت شفت على الشاشه وهب فلسطين للمساكين اليهود. خد بالك ان المخرج ركز الصوره على باب الملك عبد العزيز صاحب وثيقه التسليم فلسطين لمساكين اليهود. اما في مصر فبعد ما شيخ الازهر ما تهور، هي كان موقف محترم لكن بالنسبه للحكومه تهور، ودعا شيخ الازهر لجمعه حاشده نصره للاقصى، تم منعه بأوامر العميل الصهيوني من انه يقول الخطبة، وجابوا شيخ كيوت كده اسمه عباس شومان قال لك درر الصراحة امبارح. هذا هو الذي توقعه ترامب، ولا أدعو من فوق منبر الأزهر أن تتحرك جيوش، ولا أن نقطع علاقات، ولا أن نتصرف تصرفا لا يليق بأمة متحضرة، فالضرر يعود علينا في النهاية وهم لا يعبؤون بها. لا يطالب بتحريك جيوش ولا قطع علاقات، ده خطر بيعود علينا في النهاية. وطبعا شكر العميل على تعاطيه مع القضية بسرعة. نسيت اقول لك ان مصر كانت من اسرع الناس اللي طلعت بيان ينتقدوا ترامب، كانت مجهزة البيان، ما احنا منسقين مع بعض. الصدمة العربية والإسلامية في أداء أهم 3 مساجد في دفاعها عن ثالث الحرمين كانت صدمة مروعة. كل التحية حقيقية للشعوب العربية التي ما فتئت تؤكد أنها ما زالت قابضة على البوصلة الصحيحة. ولا عزاء للخونة، لا عزاء للخونة والمتآمرين، ويستمر تهاوي أصنام العجوة التي صنعناها بأيدينا، ويستمر التمايز وتنقية الصفوف في طريقنا لنصر يرونه بعيدا ونراه قريبا. أول شهيد بالأمس اسمه محمود المصري، وليست صدفة ورب الكعبة. المصري أول شهيد في انتفاضة القدس والأقصى امبارح. القدس والأقصى بينادوا على مصر
رسالة لا تحمل أي شك. قال لك وعد بلفور، قال لك وعد بلفور ووعد ترامب خسئوا، فنحن نثق بوعد الله. الله غالب.